في حاجات في الديكور بقت ترند وانا بجد ما بحبهاش. الباب المخفي هي فكرته حلوه وشكلها حلو، ولكن مش في كل مكان. يعني في ناس بتستخدم الباب المخفي لدرجه ان المكان بيكون غامض. يعني انا ليه اعمل باب مخفي في الشقه بتاعتي الا لو انا مضطر، الا لو انا عندي مثلا حمام رئيسي او غرفه رئيسيه بتطل على الريسبشن، ساعتها ممكن ان انا اعمل فكره الباب المخفي بحيث ان انا ما اعملش ازعاج في المكان. ولكن الباب المخفي ليه اماكنه، يعني نقدر ان احنا نستخدمه في الاماكن بتاعته. زي لو انا عندي مكتب وفي ظهر المكتب بتاعي عندي باب، ممكن اعمل الباب بتاع المكتب اللي في ظهري مخفي. في عياده. ولكن في البيوت بتاعتنا احنا مش محتاجين نعمل حاجات مخفيه. هو الباب مش عيب، الباب مش غلط ان احنا نعمله ظاهر. هو الباب اصلا وجد عشان يكون ظاهر، ان هو باب مختلف عن الحيطه. انت لما بتجلده مع الحيطه فانت كده عملت الباب اكنه شبه الحيطه بالظبط، مبقاش في فرق بينه وبين الحيطه. الناس اللي بتعمل لوحه الكهرباء وتكون مخفيه، لوحه الكهرباء لا قدر الله لا قدر الله لو حصل حريقه في المكان، اللي هيجي ينقذك مش هيعرف ينقذك. انت ممكن بدل لوحه الكهرباء اللي انت بتخفيها بالتجاليد، احنا ممكن نعمل تابلو على سلايدنج ميكانيزم. ممكن نعمل تابلو بيتفتح ويتقفل بمفصلات وقابله للفك والتركيب بكل سهوله. اقدر اشيلها في اي وقت، اقدر اغيرها في اي وقت. لو زهقت من شكل التابلو ده اقدر احط تابلو مكانه. يا ريت نحطها في بالنا كويس جدا ان مش كل حاجه بتستخبى بيكون شكلها حلو. احيانا كتير او اوقات كتير الواقع بيكون احسن بكتير جدا. معلش انا كنت يعني متضايق شويه من موضوع الباب المخفي ده، عشان بصراحه انا ما بحبش الحاجات اللي بتطلع ترند والناس بتعملها بطريقه من غير تفكير. يعني ما كنتش عارف ايه السبب او انا بعمله ليه. هي الفكره كلها ان انا عايز اجلد واعمل شكل حلو وخلاص. مش هطول عليكم، خلينا نخش في النقطه اللي بعد. التجاليد الكتير في الحائط من الحاجات اللي فعلا الناس واخده عنها فكره غلط. كتر التجاليد في البيت دي مش حاجه بتخلي البيت شكله افخم، دي حاجه اولا بتعمل زحمه بصريه في البيت. ثانيا اللي بيدخل البيت بيحس ان هو داخل معرض، هو داخل معرض تجاليد. احنا محتاجين ان احنا لما نيجي نعمل التجاليد نعرف نوظفها صح. بمعنى ان انا مثلا عندي حيطه التلفزيون فيها نقطة تركيز، أقدر إن أنا ألفت الانتباه عليها وأعمل فيها ديكور في الحيطة بتاعة التلفزيون بكل سهولة. ممكن أعمل لو أنا عندي مدخل واسع ممكن أعمل ديكور في مدخل في المدخل الواسع. ولكن مش في كل حيطة في البيت ومش كل زاوية في البيت هعمل تجاليد. لا، أنا ممكن أعمل حيطة فيها تجاليد، ممكن أعمل حيطة فيها تكستشر من الدهانات، ممكن أعمل حيطة فيها دهان سادة سيمبل بسيط مش محتاج فيه تفاصيل كتير. لأن أنت خلي بالك لسه عندك عفش هيتحط، لسه عندك ستاير، لسه في سجاد، لسه في انتريهات، لسه في تفاصيل كتير جدا هتفرق في شكل البيت. لو انت بصيت وركزت شويه في البيوت اللي هي بتبقى مريحه نفسيا، اللي انت اول ما بتشوفها بترتاح نفسيا، بتبقى دايما البيوت اللي بتبقى بسيطه. البيوت دي بتبقى مصروف عليها، بيبقى معمول بورسلين في الارضيات، بيبقى معمول دهانات اعلى كواليتي، بيبقى معمول جبسون بورد، ولكن الدنيا بتبقى سيمبل وبسيطه ومش زحمه ومش بنعمل تفاصيل زياده عن اللزوم في اماكن ملهاش لازمه. البروفايل ليد او الليد بروفايل اللي بيتعمل في الجبسون بورد، انا مش ضد الليد بروفايل ومش بقول ان انا ما بحبوش، لا انا بحب الليد بروفايل جدا. ولكن هنرجع نقول ان احنا نستخدمه في المكان الصح بتاعه. الناس بتعمل البروفايل وانا شفت شقق كتير جدا ان البروفايل بيتعمل في السقف، بيتعمل في الحوايط. البروفايل مش دي وظيفته. هي وظيفته ان هو يتعمل تحت الكاونتر بتاع المطبخ، ان هو يرمي اضاءه على الرخامه بحيث ان هو يديني اضاءه اقوى ان انا اقدر ان انا اقف واشتغل في المطبخ. ممكن يتعمل في اضاءات ديكوريه زي في الحمامات والاماكن دي كلها. فاحنا ممكن نستخدم البروفايل في الاماكن الديكوريه اكتر. وجوده في الجبسون بورد مزعج جدا، وجوده في الحوايط ملوش لازمه، بيدي اضاءه زياده عن اللزوم مش هتبقى حابب ان انت تستخدمها. زي ما احنا قلنا قبل كده كتير ان انا لو حابب ادي مود هادي في الشقه بتاعتي واعمل اضاءه تبعدني خالص عن فكره السبوتات اللي معموله في الجبسون بورد، ممكن اعمل هيدن لايت في وحده التلفزيون، هيدن لايت في بيوت الستاير، هيدن لايت في اماكن كتير جدا هتغنيني عن فكره ان انا احط في السقف اضاءات ملهاش معنى. السقف انا من وجهة نظري الشخصيه يا يتعمل ماجنتيك تراك بطريقه سيمبل، وسبوتات سواء سبوت فردي مدور مربع زوجي ايا كان. فانا باكد على فكره البروفايل ان انت تاخد بالك كويس جدا ما تعملش بروفايل ليد في الجبسون بورد. ولو هتعمل اعمله بطريقه ليها معنى. يعني انا ممكن اعمله مثلا يركز لي على ديكور معين، اعمله يديني اضاءه في حته معينه، ولكن ما احطوش في مكان هو حواليه سبوتات حواليه ماجنتيك تراك وفي زحمه في السقف. ففعلا الموضوع هيبقى صعب عليك وهيبقى خنقك كتير. انت مش محتاج كل الاضاءه دي، وفي نفس الوقت انت مش محتاج البروفايل، انت محتاج اضاءه تقدر ان انت تقعد فيها وانت مرتاح نفسيا وانت قاعد في بيتك. اخر نقطه دي واللي انت ممكن تستغربها ان انا ليه ما بحبهاش او ان انا اصلا ما بحبهاش، البورسلين اللامع. هو انا عملته كتير وبحطه في شقق كتير، ولكن انا ضد فكره ان انا اعمل الشقه كلها البورسلين بتاعها يكون لامع. يعني مثلا انا لو حبيت شكل بورسلين معين، مثلا شكل ديزاين معين عجبني، ممكن اعمله في الريسبشن والطرقه. فمثلا ممكن في الغرف تعمل حاجه مط، ممكن في الحمامات تعمل حاجه مط. انا ضد فكره ان احنا نعمل المكان كله يكون لامع، لان اللمعه الزياده دي بتدي انعكاس شديد جدا غير مريح نفسيا.
واحنا عارفين كويس جدا، ومن اول ما بدأنا نتكلم في القناة هنا ان احنا بنتكلم عن ازاي اصلا نقدر نعيش في بيت مرتاحين فيه نفسيا، المكان يبقى هادي بكل بساطة وبكل اختصار. وايه اللي يثبت لك ان الحاجة المط هي اللي هتبقى مريحة ليك نفسيا؟ ان احنا لما نيجي نبص على الطبيعة حوالينا، نبص على الحاجات اللي ربنا خلقها كلها مط. لو انت مش حابب المط، بكل بساطة ممكن تشتري حاجة اسمها سيمي مط. سيمي مط يعني بيكون بلاط او بورسلين بيبقى فيه لمعة، ولكن لمعته ما بتبقاش الانعكاس بتاعها شديد. هنرجع نقول ان البورسلين اللامع كويس جدا، ولكن برضه هنوظفه صح. كل المعلومات اللي انا قلتها دي وكل التفاصيل اللي انا بقول ان انا ضدها، انا مش ضدها 100%. انا ضد فكرة ان احنا نستخدمها بعشوائية. انا مع فكرة ان احنا نوظفها في المكان المناسب. انا عايزك دايما تبقى عارف ومتاكد ان الديكور الصح هو اللي بيخليك مرتاح نفسيا في بيتك، مش ان انت تكون منبهر وخلاص وعينك بتلمع من الديكورات الكتير اللي معموله. لا، الموضوع ابسط من كده بكتير. زي ما قلنا في تفاصيل كتير جدا نقدر ان احنا نزودها في شقتنا، وفي حاجات كتير بتتحط في الشقه، من تابلوهات، من زرع صناعي، من ديكورات، من عفش، من ستاير. كل التفاصيل دي بتدي بتغذي البيت بتاعك من حيث الشكل ومن حيث التفاصيل. دايما نهتم بان احنا نعمل بيوتنا تريحنا نفسيا، نكون مبسوطين واحنا قاعدين فيها، ما تكونش مزعجة لينا. وفي اخر الفيديو اتمنى ان انت تكون مبسوط معايا في الفيديو ده، واتمنى تكون استفدت من المعلومات اللي احنا قلناها. وان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات اللي جاية.